الحدوتة. توتة 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 ولا تطلع في الحدوتة. إشارة جات لنا من المركز، عايزين ست نعمة ضروري. عايزين أنا؟ أيوة يا ست نعمة. ليه في إيه يا نعمة؟ مش عارفة. حاجة غريبة. هيكون في إيه يعني؟ خير يا رب. على العموم يلا بينا. أهلا محمود بيه. أهلا بيك يا حضرة المأمور. خير؟ خير إن شاء الله. خليل عبد المجيد البحيري قريبكم مش كده؟ أيوة، ده يبقى ابن أخت واحدة معرفة الست. ماله؟ في حاجة؟ صدر له أمر إفراج من السجن بعد ما قضى نص المدة. والله بركة. والمفروض يخرج من السجن ويترحل علينا هنا في المركز، وهو قال إن أسرته مقيمة مع السيدة نعمت في مزرعتكم. مظبوط يا حضرة المأمور. عشان كده طلبنا حضرتك، وهناخد إقرار إنه مقيم عندكم، لأنه هيفضل تحت المراقبة 3 أشهر. طبعا. هي كانت قضية بسيطة كده، إنما خليل كويس قوي قوي وابن حلال. طيب احنا نقدر نخلص الإجراءات إمتى؟ دلوقتي لو حبيته، عشان يقدر يطلع بكرة. كويس قوي إنهم رصفوا الطريق ده، بس بقى محتاج لشوية شجر على الجنبين، ولا إيه؟ إيه يا نعمة مالك ساكتة ليه؟ أبدا. أبدا إزاي؟ أنا بقالي نص ساعة بكلمك وإنتي ما بتكلمينيش. مقموصة ليه؟ هتقمص من إيه يعني؟ زعلانة عشان قلت للمأمور إن خليل ابن أخت واحدة معرفة؟ ما أنت عارف يا سي محمود إن الواد كويس، اللي دخله السجن طش شباب. ظروف اللخبطة اللي كانوا فيها بعد ما بعدت أنا عنهم هي السبب. الواد ده أنا عارف كل ده يا نعمت، ومقدر كل اللي انت هتقوليه وأكتر، بس الناس ليها الظاهر. هيقولوا ابن أخت الست خريج سجون، وأنا عايز أحافظ عليكي، مش عايز حد يجيب سيرتك بحاجة وحشة. أنا قلت بقى يمكن مستعر مننا. أستعر منك إزاي بس يا نعمت؟ حتى لو كانوا كلهم وحشين، انت مالك ومالهم. لا، هم مش وحشين، دول كويسين قوي يا سي محمود. خلاص يا ستي، هم كويسين قوي، وانت ما تتضايقيش، وكمان ما تكشريش، ولازم تعذريني في اللي قلته. اضحكي بقى، انت لما بتضحكي بتجيبي لي الخير. طيب يا سي محمود، حاضر. خليل جه ياما، خليل جه يا ولاد. خليل ابني. ازيك ياما؟ ازيك؟ وحشتيني قوي ياما. ازيك يا اخويا؟ ازيك يا عيال؟ ازيك يا رفاعي؟ ازيك يا خليل؟ ازيك يا بنت هنيه؟ ازيك يا مرسي؟ ازيك انت؟ اقعد يا خليل، اقعد يا اخويا. مالك يا واد خسس كده ليه؟ ما كانوش بياكلوك في المدعوق اللي انت كنت فيه ده؟ نعمل ايه بقى ياما؟ طب اقعد يا اخويا، اقعد على ما اجيب لك الاكل اوان. تعيش ياما. فين خليل؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ولا؟ انا كويس قوي. ازيك انت يا خالتي؟ انا كويسه يا حبيبي. ازيك انت؟ قالوا لي انك امبارح جيتي مضيت الاقرار. على فكره العنوان هنا ما يتوهش. طبعا. انما ايه القبهه اللي احنا فيها دي؟ انا ما كنتش بحسب الحكايه رخده بالجامد كده. الحمد لله. اخر قلصنا في التمام، والاشيا بريلي برنجي. يا واد ما تبطل الكلام اللي بتتكلمه ده. انا قلت حاجه. الاكل يا اخويا، الاكل يا خليل. ايه ده كله ياما؟ ايه ده كله؟ كل يا حبيبي، بالهنا والشفا. الله، خيرات الله الفلاني. حاسب يا واد لا تزور وتموت. لا احنا واخدين على كده في السجن ياما. بس يا ولا بقى، سجن ايه يا واد؟ اوعى تجيب السيره دي تاني. ليه يا خالتي؟ انسى الحكايه دي خالص. انساها ازاي بس؟ زي الناس كلها كانك ما كنتش في السجن. اعمل زي ولاد الزوات يالا، تقول انك كنت في رحله لاسبانيا. بس يا واد اسكت، عايزاك تبقى كويس يا خليل. خليل يا اختي كويس. ما انا عارفه انه كويس. غيرش بس اصحاب السو والعيال الاشقيه هم اللي وزوه على السرقه والمشي البطال. على كل حال احنا هننسى بقى اللي فات ده كله وهنبتدي عهد جديد. عايزاك تبقى زي اخواتك، لطيف وظريف وتكسب من عرق جبينك. يعني يا ابني هتشتغل شغل؟ وهشتغل ان شاء الله. هتشتغل هنا في المزرعه، الشغل كتير قوي والمزرعه محتاجالك. انا ماليش في الكلام ده. يعني ايه مالكش في الكلام ده؟ ايه الكلام المعوج ده؟ امال ليك في ايه ان شاء الله؟ قرشين حلوين يا خالتي، وافتح لي ورشه انتكه. ورشه ايه يا اخويا؟ اي ورشه. اي ورشه يعني ايه؟ ده انت لا نفعت في مدارس ولا اتعلمت اي صنعه. الفلوس تعلم. والفلوس دي هتجيبها منين ان شاء الله؟ البركه فيكي بقى يا خالته. البركه فيا انا؟ انت واد اتجنيت وانا معايا حاجه؟ انت ما معكيش، انما واضح ان صاحبنا غني قوي ومعاه ملقرون. صاحبنا مين ده يا واد؟ جوزك، مش انت هو واحد؟ جوزي انا؟ اخرس يا واد، اوعى تتكلم عليه بالطريقه دي. حاجه يا خالتي،
اسمع، لو عايز فلوس تشتغل وتحوش، وبعمل الورشة من اللي انت عايزها دي من فلوسك. يا خالتي ده انا برضو ابن اختك، يعني اقعد اشتغل 100 سنه عشان اعملها؟ اسمع يا واد، هتشتغل هنا زيك زي اخواتك، مفيش حد هيديلك مليم احمر، اللي هتكسبه هو اللي هتاخده، ومش عايزه بلطجه ولا تجرمه، فاهم ولا لا؟ خلصت اللي في ايدك يا نجيه؟ بشتغل يا ست نعمة. طب يلا اعملي لك همه شويه. حاضر. البكن سأل عليكي. انت فين يا نعمة؟ كنت في المزرعه تحت. مزرعة ايه بس؟ تعالي ده في مفاجأة هايلة. مفاجاه؟ قولي لي الاول، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ عامله ايه يا سي محمود؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ قميص وجيبه، فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ ليل ونهار بالبلوزة والجيب دول؟ مش بتوع المزرعه. امال الهدوم اللي جايبها لك مالية الدولاب دي بتعمل ايه؟ هلبسهم وانزل المزرعه يتبهدلوا يا سي محمود. يا ست ما يتبهدلوا، انا جايبهم عشان يتبهدلوا واجيب غيرهم، مش جايبهم عشان تحنطيهم في الدولاب. ما هو يا سي محمود ما هو ايه، انا عايز اشوفك زي القمر لابسه ومتشيكه على الاخر، فاهمه ولا ايه؟ الحاجات دي غاليه قوي، دي تدوب. يا ستي انت مالك انت. حاضر يا سي محمود، البسهم ويدوبوا. حاضر. تعالي بقى هوريك المفاجاه. غمضي عينيكي. ايه بقى، هتعمل زي بتوع التلفزيون؟ تلفزيون ايه بس؟ غمضي عينيكي. حاضر. فتحي بقى. ايه ده؟ دي ساعه ليكي. ساعة ايه يا محمود؟ ساعه، مش عارفه الساعه؟ الله، دي اسورتها ازاز. ازاز ايه يا نعمه؟ دي الماظ. يا خبر احوس، الماظ حر. دي تبقى غالية قوي على كده، فعلا شكلها غالي قوي. بكم دي يا سي محمود؟ عيب تسألي على تمن الهدية، أنا كنت متفقلك عليها من زمان وبعت النهاردة عشان يجيبوها. والله مالها لازمة. طب ما أنا في إيدي ساعة بنتيجة اهي. بنتيجة إيه يا فلاحة؟ هو أنا يعني عشان اتجوزتك من غير شبكة خلاص ما أجيبها لكيش؟ ضروري بآلاف، شكلها كده بآلاف، عشان تعرف إني عارفة قيمتها وما تقولش عليا فلاحة. ودي تطلع البصة فيها بقى بكام يا سي محمود؟ تطلع ب100 جنيه كده. برضه مش هقولك. بتضحك على ايه؟ والله ما ليها لازمة خالص البعزقة دي للسهرات والضيوف والحاجات اللي زي دي. ولا انا لا عايزة سهرات ولا عايزة ساعات ولا عايزة ضيوف يا سي محمود، نهايته ما اقدرش بقى اقول لك غير عشت، وربنا يخليك يا رب. بس وحياة النبي بلاش تجيب لي بقى حاجات من دي تاني. اسمع بس يا سيدي، انا ما بتبسطنيش الحاجات دي بقى بالعربي، انا اللي يبسطني رضاك عني وبس. الفلوس دي احنا اولى بيها يا سي محمود، تنفعنا في حاجات كتيرة قوي لها فايدة. يا اخويا كنا اشترينا بيها كده فدان ولا 2 ولا 3. يا فلاحة. المهم انت ما قلتليش. نعم. خليل عامل ايه؟ خليل دول فرحوا بيها قوي يا سي محمود، ده الواد طالع مؤدب قوي وبيتشكر لك قوي قوي، مفيش على لسانه غير الراجل العظيم محمود بيه. كده اهو. طب الراجل العظيم محمود بيه واقع من الجوع. انت يا بنت يا فايزه، حسبي هتمسحي الشجره يا بيه. يا فتحي. يلا يا بنت انت وهي اعملوا لكم همه شويه احسن الست جايه. يا فتحي. ايوه يا ست نعمه. ايه الحكايه؟ معقول ده اللي جمعتوه الصبحيه؟ ده احنا بنشتغل بايدينا واسناننا. لا انا عايزه الشغل بقلب شويه يا فتحي. فين طنطاوي؟ انا هو يا خالتي. فين شغلك امال؟ شغال جامد يا خالتي. كداب يا خالتي، ما بيعرفش يجمع كويس. يا فتانة. انا مش فتان، انا بقول الحقيقه. علمه ازاي يجمع يا فتحي. حاضر يا ست نعمه. وعايزه اشوف همتك يا سي طنطاوي. حاضر. خليل فين امال يا زهر؟ ما جاش يا خالتي، ما رضيش ينزل الشغل. كده اهو. ايوه يا خالتي. طيب واللوري جاي امتى عشان يشيل البرقوق يا فتحي؟ اتفقنا على بكره ان شاء الله. طب اسمع، الاصناف الكويسه حطها في وش العربيه. حاضر. تعالى معايا. حاضر. اهدى. في ايه؟ الارض ما اتعزقتش ليه؟ ده احنا لسه جامعين الخضار من يومين. تتعزق على طول. الواد رفاعي يا خالتي كان قاعد في الظل وما عزقش الارض ولا شفته ماسك الفاس خالص. جرايه يا بت انت، يا بت انت انت هتعملي علينا خوجه. كلمنا انا هنا. نعم. تعالى هنا. حاضر. ليه ما عزقتش الارض؟ حاضر هعزقها. انتوا هتغلبوني ولا ايه؟ فتحي. نعم يا ست. اللي ما يشتغلش كويس